السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي. اليوم جيتكم بواحد الحلوى ديال أعياد الميلاد أو المناسبات بشكل جديد. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة بزاف وشكلها راقي جدا. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. نبداو بالتفاصيل وبالمقادير بإذن الله. كنحتاج 100 غرام ديال السكر كلاصي، سكر ناعم، واحد البيضة، 200 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 100 غرام ديال اللوز مطحون من بعد ما قشرته، طبعا سلقته وقشرته. وكنحتاج واحد الفاني. بعد كنخلطهم بهذا الشكل هذا، عاد كنزيد لهم الفاني ونزيد شويه بشويه الدقيق حسب الخليط تتجمع معايا العجين بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع العجين، ومن بعد كنخليها ترتاح في الثلاجه واحد 15 دقيقه حتى نصف ساعه تقريبا. من بعد ما خرجتها من المجمد بديت كنسرحها في ورق الزبده باش ما تلصقش معايا العجين في المدلك. كنحاول نخلي الطبقه تكون سميكه، ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تهرش معايا مني يطيب الحلوى. من بعد هانتوما كتشوفوا السمك ديالها غليظ. من بعد كناخذ واحد الحرف او الرقم على حسب من بغيتو توجدوا الحلوى ديالكم، يا رقم العيد الميلاد الشخص اللي باغي توجدوها ليه، او حرف الاول من اسم الشخص كذلك. كنحاول بمساعده السكين نحدد الشكل ديال الحرف باش يسهل عليا نخرجوا ازاله البقايا العجين. طبعا انتم كيف ما كتشوفوا كتقطع بسهوله لانها بارده، وهاد القضيه ضروريه انها تكون خرجتوها من الثلاجه حتى تبداو في الخدمه ديالها. هانتوما كيف ما كتشوفوا مذاقها كيجي رائع مع فيها اللوز، وان شاء الله تجربوها. من بعد ما قطعت الشكل ديالي كنحتاج لجوج حروف. انا استخدمت حرف اف. ها هي من بعد ما طابت ما كنخليهاش تحمر في الفران بزاف، دخلتها على درجه الحراره 180 درجه، بدات كتحمر وخرجتها. خديت واحد الباكيه ديال كريم شانتي، يعني باكيه عاديه موجوده، تقدروا تصاوبوا كريمه بوحدكم في الدار. انا خديتها جاهزه، درتها في واحد البوش بهذا الشكل هذا، وكنحاول نفتح فيه واحد الفتحه صغيره باش نبدا في تزيين الكيك او الحلوى ديالي. لتثبيت الحلوى اولا باش ما تزعزعش ليا من فوق الكارطون ديالي عفوا، كنضيف شويه ديال الكريم شانتيي في الكارطون باش يشد ليا الطبقه الاولى. هانتوما بهذا الشكل هذا كنثبتها في الوسط. من بعد ما ثبتها مزيان نحاول نضغط عليها، كنزيد الاضافات اللي كانت خارجه على الحرف، وكنبدا بشويه بتزيين الكيك ديالي. اولا بديت كنغطي بالكريم شانتيي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كندير دوائر على هذا الشكل. سهله بزاف، ما كتاخذش منا الوقت وما كتاخذش مجهود كبير، وفي نفس الوقت شكلها رائع وراقي، يعني تناسب جميع الاعمار وجميع الاجيال، يعني الكبار والصغار تقدروا تفرحوهم بها. العيد زواج او عيد ميلاد او اي مناسبه ممكن ديروها، سهله وفي نفس الوقت ما فيهاش الاسراف بزاف، يعني كنقدروا نديروا كيك كبير وكيبقى. هذه حلوه سهله وفي نفس الوقت منظر جميل. من بعد نزيد الطبقه الثانيه ونبدا بنفس الطريقه ندير الكريم شانتي ديالي بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الحرف كامل كيف ما كتشوفوا. بعد ما كنكملو كنبدا بالتزيين، التزيين الاخير اللي ممكن تستخدموا فيه اي حاجه كانت متوفره عندكم في الدار. انا كان عندي ما كانش عندي هذا
يعني استخدم داكشي اللي كان واجد عندي في الدار. عفوا، استخدمت المكرون وحبيبات ديال الشوكولات وبريضات والفريز وشي حليوات خديتهم من الماركت. لصقت الوريضات، هادو وريضات طبيعيين يعني خديتهم من الجردة فقط للتزيين. ممكن تستخدموا الوريضات اللي ممكن يتكالوا. طفت المكرون ومن بعد الفريز ومن بعد باقي الحلويات للتزيين. ممكن تستخدموا بسكوي، ممكن تستخدموا اي حاجه، شوكولات اخر كبير او شكله مغاير، اي حاجه كانت متوفره عندكم في الدار. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوها مع اصحابكم ودعمكم لا تنسوني منه. مع السلامه في فيديو جديد إن شاء الله.